السلام عليكم ورحمة الله. مش هبطل أعمل حاجة للمدرسة إلا لما تقولولي زهقنا وكفاية كده. معايا بسكوت حادق زي ما شفتوا، حلو قوي قوي ومخرفش وجميل. نص كيلو دقيق، 150 جرام جبنة، 250 جرام زبدة أو سمنة، ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبيضة، ونص معلقة صغيرة ملح. الجبنة تقدروا تشكلوا فيها زي ما انتوا عايزين. دي الجبنة العلب، انا جايبة بطعم الجبنة الرومي، في منها بالشيدر، بالبسطرمة، بالزيتون، جبنة ريكفورت، زي ما انتوا عايزين. الزبدة او السمنة مش هتفرق خالص، المهم ما تبقاش لا لينة ولا جامدة. هضربها كويس جدا لوحدها لحد ما تعمل فوليوم عالي واللون يغير. بصوا فتحت قوي ازاي زي ما انتوا شايفين. هنا انا هوقف وهضيف البيضة، والبيضة برضو بدرجة حرارة الغرفة، وهكمل ضرب تاني لحد ما القوام بعد ما يفك ويبقى سايل من البيضة يرجع يتماسك تاني. وهوريكم بعد ما اضرب هوصل للقوام عامل ازاي. تمام. اضرب كتير وكويس، ما ابطلش. بصوا كريمي ومتماسك جدا. في المرحلة دي هبدأ احط الجبنة، هضربها ضربتين اتنين بس، مش هكتر لان الجبنة مع الضرب الكتير بتفصل، يبقى كل اللي انا عملته باظ. ضربتها ضربتين، انا ما فصلتش خالص هنا عشان اوريكم. يا دوب ضربتين بس خلوا القوام متجانس، الجبنة دابت مع الزبدة والبيضة وخلاص على كده. وهوقف ضرب بالمضرب الكهربائي وهبدأ اعجن بايدي. تمام خلاص اهي، بصوا عاملة ازاي، متماسكة جدا وحلوة وكريمي خالص. اديها برضو تقليبتين كده بالسباتشولا عشان لو حسيت ان لسه الجبنة ما دابتش كويس ابقى انا كده متأكدة ان كل حاجة تمام. هجيب بقى الملح والبيكنج باودر والدقيق، اخلطهم مع بعض كويس واقلبهم واحط على الخليط اللي انا عاملاه بتاع الزبدة والبيض. تمام. البسكوت ده ينفع للمدرسة وينفع مع الشاي الصبح وبالليل وبين الوجبات وكل حاجة. وزي ما انتوا شايفين مش مكلف، يعني بيضة واحدة بس بنص كيلو دقيق طلعت طبق كبير جدا مليان. والحاجات اللي هي المخرفشة دي بحب اخزنها في علب صفيح علشان تفضل لأكتر وقت ممكن هشة وما تطرش. تمام. فضلت اقلب كويس جدا لحد ما القوام بقى طري بس مش بيلزق في الايد ومتماسك. لازم اتأكد من معلومة مش بيلزق في الايد ومتماسك. تمام اهو بالراحة جدا، مش عجن، انا بخلط بس المكونات كويس. بصوا طالما العجين بدأ يسيب الكروانة ومفيش حاجة ماسكة فيها من جوه، يبقى العجينة كده ايه تمام ومش محتاجة دقيق. بصوا الايد اللي انا ما كنتش بعجن بيها مسكت العجين ووريتها لكم، مش بتلزق في ايدي خالص. هجيب بقى مفرش سيليكون او هجيب كيس وافتحه واشتغل عليه. هفتحها بس كده العجينة بايدي شوية، وبعدين هبدأ افرد بالفرادة وهوريكم السمك اللي انا محتاجاه يكون قد ايه. ولازم طبعا نخلي بالنا ان العجين يبقى متساوي، ما يبقاش من النص عالي ومن الحروف رفيع، عشان لما اجي اقطع واخبز في الفرن يبقى كل حاجه سمكها قد بعضها. الفرن انا مولعاه على درجه حراره 170. بصوا يا جماعه القطاعه دي بتعمل اشكال لوش العجين، هبصم بيها على العجين عشان يبقى شكله حلو وانا بقطع. والفرن زي ما قلت لكم على 180، بولعه قبليها ب5 دقايق بس. 170 180 حسب حرارة فرنك انت تقدري تتحكمي، هو بيحتاج نار وسط. بصوا شكل العجين بقى حلو جدا. وبعدين ابدا اقطع بالشكل اللي انا عايزاه. انا عندي شكل قطعات مختلفة، هوريكم كذا شكل ليه. وانا بقطع كده يا جماعة اقطع جنب بعض وما اسيبش فراغات عجين علشان ما افضلش الم وافرد في العجين كتير، وعلشان اكسب وقت. يعني لما انا بصوا انا ملزقاهم جنب بعض ازاي، فهطلعهم بسهولة، واللي فاضل هيبقى قطعة عجينة صغيرة اقدر افردها مرة كمان ولا حاجة وخلاص، عشان ما اخدش وقت في الفرد واللم كتير. تمام. هوريكم دلوقتي لما اجي اطلع قطع سمكها عامل ازاي. مش عايزاها تخينه عشان ما تبقاش معجنه وما تستويش من جوه، ومن بره تبقى محمره، وفي نفس الوقت ما تبقاش رفيعه قوي علشان ما تتحرقش في الفرن. خلصت الكميه كلها، وانا معايا هنا صفار بيضه وشويه لبن صغيرين جدا ورشه فلفل اسود ورشه نسكافيه. همسح على الوش مسحه بسيطه جدا. وبعدين ده معايا زعتر اقدر احطه على العجين من فوق كده، بيدي نكهه حلوه جدا.
طبعا ممكن احط جبنه رومي، ممكن احط اي حاجه. دخل الفرن وطلع قمر زي ما انتوا شايفين كده. بياخد في الفرن من 12 ل 15 دقيقه، مش اكتر من كده. ومن بعد ال10 دقايق تبداي تتابعيه، يمكن يستوي اسرع حسب فرنك. بصوا الاشكال اللي انا عملتها تحفه جدا، تعجب الولاد، ومش قادره اقول لكم قد ايه حلو. بصوا دول اللي فوق، دول اللي بالزعتر اللي بقول لكم عليهم. طلعت كميه ما شاء الله كبيره من حاجات بسيطه قوي. لو عجبكم الفيديو، انا رنا ودي قناتي، ما تنسونيش في اللايك والشير.